اكتشفت ان اسعد راجل في الدنيا هو اللي ربنا رزقه بزوجة صالحة، ست جدعة تكون سند وسكن بجد، فاهمة يعني ايه جواز وبيت وعيال مسؤولين منها، ست عارفة قيمة نفسها وقيمة بيتها، ست عارفة ان المسؤولية صعبة وان البيت ده ما اتبناش بالساهل، وان ابوها دفع نص عمره علشان يلبي طلبات جوازها، فمقدرة ومحافظة على بيتها لحد اليوم الأخير في عمرها. ست فاهمة إن الحياة مش سهلة، وإن أول كام سنة في الجواز الأمور بتكون مش مستقرة، وإن الجواز مش زي اللي بيجي في الأفلام، وإن الظروف ممكن تبقى حملها تقيلة على كتف جوزها، فتساعده وتعينه وتصبره على الشيلة. ست واعية لا يسخنها كلمة اتقالت في برنامج، ولا صورة رومانسية اتصدرت على السوشيال ميديا علشان تجمع لايكات. ست عارفة إن الحب الحقيقي بيبقى بين الأربع جدران، وإنها سر جوزها وستره وسكنه. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وراحة بال. اهلا بيكم في قناتنا من داخل مصر او من خارج مصر، بوجودكم بتكمل فرحتنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسيش اللايك الحلو بتاعك والكومنت اللي يفتح النفس، واللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة علشان عيلتي الصغيرة تكبر بيكم ومعاكم. تعالوا نبدأ بقى يومنا الجميل ده مع بعض ونشوف انا هعمل ايه. النهاردة عيد ميلاد كريم، أو على رأي اللي بيقولوا الحاج صاحب البيت، وحبيت أخليه يوم مختلف كده. كل مرة بجيب تورتاية من برا، بس المرة دي حبيت أعمل الحاجات بإيدي أنا، حسيتها حاجة هتفرحه أكتر. عارفين لما تعملوا حاجة بحب كده والشخص اللي قدامك يحس إن انتي تعبتي وعملتي وخططتي علشان تعملي حاجة، علشان تعملي الحاجة دي هيبقى ليها طعم تاني. أيوة، احنا على طول بنجيب تورت في المناسبات، حتى في أعياد الميلاد بتاعة الولاد بشتري التورت، علشان طبعا مش ببقى عندي وقت أعمل حاجة، علشان انتوا عارفين إن ولادي ربنا يحميهم لسه صغيرين، فصعب إن أعمل حاجة منهم. يعني علشان يومها أعمل الحاجات دي طلع عيني حرفيا من الولاد، اللي هو عايزين يعملوا معايا وعايزين يحطوا ايديهم في كل حاجة، وانتي بتعملي ايه يا ماما، وعايزين يقفوا معايا في المطبخ. فبقيت اقول يا رب عدي اليوم ده على خير، والحمد لله اليوم عدى وكان جميل والكل اتبسط. المهم انا خدتكم في الكلام وما قلتلكمش انا عملت ايه. انا بقالي كام يوم بخطط لليوم دوت، وكنت مقررة انا هعمل ايه. فدخلت كده بعد ما نيمت الولاد، اليوم ده كان ليلة العيد ميلاد، ليلة العيد ميلاد بالليل. نيمت الولاد ودخلت كده على المطبخ، حضرت الحاجة وبدأت أعمل. أنا هعمل قلت هعمل الكيكة أو التورت، هعملهم. وتاني يوم بقى أزوقهم. جبت بيضتين وحطيتهم في طبق، وحطيت عليهم نص معلقة صغيرة ممسوحة فانيليا وذرة ملح ونص كوباية سكر، وقعدت أضرب فيهم أضرب فيهم أضرب فيهم، وهم يصرخوا يقولولي خلاص كفاية كده، احنا آسفين يا صلاح. أقول لهم لا والله، هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ وقعدت اكمل ضرب لحد ما بقوا لونهم ابيض كده، والكميه ضعفت عندي وهم مش عارفين هما بيتضربوا ليه. ساعتها بصراحه صعبوا عليا من كتر الضرب اللي ضربته لهم. حبيت ارطب عليهم كده بنص كوبايه لبن بعد الضرب اللي ضربته لهم ده، ونزلت كمان بنص كوبايه زيت، وكملت ضرب لحد ما اختلطوا مع بعض. نزلت عليهم بكوبايه ونص دقيق وكملت ضرب، وحطيت على الدقيق كيس بيكنج باودر، وكملت ضرب فيهم لحد ما قالوا لي كفايه كده والله العظيم حرام عليكي. وانا بقى ست مفتريه وقعدت اكمل ضرب لحد ما لقيت الخليط بقى جاهز عندي. ساعتها جبت صينيه ومسحتها بالزيت وحطيت عليها شويه من الدقيق، وقعدت بطنتها كده كويس علشان الكيكه ما تلزقش فيها، ونزلت عليها بالخليط. وهنا قعدت اخبط كده لحد ما كانت خلاص الصينيه تتكسر عندي. وانا بمنتج الفيديو بقول ايه اللي انا بعمله ده والله العظيم انا لو كنت بعزلها ما كنت هعمل كده. وحطيتها في الفرن وانا كنت مشغله الفرن قبلها بشويه. وهنا كيكه كانت خرجت عندي، وبختبرها كده بالاعواد بتاعه الشيش طاووق او بسكينه عادي، المهم ان هي تطلع نظيفه ومفيش فيها اي حاجه. وبعد ما الحلوه دي خلصت عندي، دخلت على التانية بقلب جامد، وكالعاده جبت 4 بيضات ورشه ملح ونص معلقه صغيره فانيليا ممسوحه، وقعدت اضرب فيهم زي اللي قبلهم بالظبط علشان ما يبقاش حد احسن من التاني، لحد ما نطق وقال لي زي اللي قبله بالظبط. هنضيف عليهم كوباية وربع سكر، يعني كوباية ومعلقة كبيرة هرمية،
وكوباية وربع لبن، وهنقعد نضرب فيهم برضو لحد ما يختلطوا مع بعض. واخر حاجة هنحطها نص كوباية زيت. وجبت 3 كوبايات دقيق و3 معالق دقيق، يعني 3 كوبايات و3 معالق عليهم، وكيس بيكنج باودر. وقعدت انزل بالدقيق واحدة واحدة كده علشان المرة دي الكمية عندي اكتر. وعادي يا جماعة لو مفيش عندكم مضرب كهربا ممكن تعملوا بالخلاط عادي جدا او بالمضرب اليدوي. قعدت انزل واحدة واحدة لحد ما خلصت كل الكمية اللي عندي. وحبيت انخل الدقيق كده في المرتين علشان لو في اي تكتلات او اي حاجة بشيلها وانا بنخل. وعلى فكرة انا كنت نخلاه قبل المرة دي كمان مرة، يعني انا كده نخلته مرتين. نزلت بالكمية كلها كده على الخليط، وشغلت المضرب الكهرباء، وبدأت بقى اضرب فيه كده بالراحة جدا علشان زي ما قلت لكم الكمية المرة دي بتاعت الدقيق اكتر. قعدت اضرب فيه كده لحد ما الخليط كله تجانس مع بعضه، وما عادش عندي الدقيق اختفى خالص. اللي وصل معايا لهنا يصلي على النبي، واللي لسه ما عمليش لايك ينزل يحط لي اللايك الحلو، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك. خلاص كده كنت خلصت. جبت صينية بقى ومسحتها بالزيت وحطيت عليها الدقيق بطنتها. والمرة دي جبت صينية ألمونيا علشان اخبط فيها براحتي. تقريبا انا كنت متغاظة من حاجة وبطلع غصت في الصواني، المهم ما علينا. قعدت كده بطن في الصينية كويس جدا جدا علشان الكيكة تطلع معايا بسهولة وما تلزقش. ونزلت بقى كده بالخليط بتاعي. وشوفوا بقى اخبط فيها ازاي كده. المرة دي بقى الرخامة اللي هتتكسر عندي مش الصينية. عدت على خير. جبت بقى كده الاعواد بتاعة الشيش طاووق دي، وقعدت اعمل كده دواير وخطوط وزي ما انتوا شايفين كده علشان لو في اي هوا يخرج عندي. وهنا كده انا كنت بلعب، ما كنتش بخرج الهوا خالص، والكلام اللي بقوله لكم ده كله كلام فيديوهات. وهنا بقى قلت خلينا ادخل الكيكة الفرن وكفاية لعب بدل ما كل حاجة تبوظ. دخلتها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نص ساعة، واختبرتها لقيتها بقت كويسة عندي، خرجتها على طول. وهنا بقى كده كنا تاني يوم. هزين بقى الكيكات اللي عملتها. انا هبدأ بالحاجات اللي فيها الجيلي علشان هتحتاج تقعد وقت في التلاجة علشان تتماسك. عملت الجيلي الفراولة. جبت كيسين من جيلي الفراولة ونزلت عليهم بكوباية مية مغلية وكوباية ونص مية باردة. هو المفروض الكيس عليه كوباية مية مغلية وكوباية مية باردة، بس انا عايزة القوام عندي يبقى تقيل فقللت المية. وجبت الصينية اللي انا كنت عاملة فيها الكيكة اللي هعملها بالجيلي، وحطيت شوية من الجيلي طبقة حلوة كده ودخلتها التلاجة على ما الطبقة دي تجمد. هعمل معاكم الصنف اللي قلتلكم عليه، دي تورتة جيلي، هي عبارة عن جيلي كلها. بس عملت كل الوان الجيلي اللي انتوا شايفينها دي، جيلي فراولة واناناس وتفاح ومشمش، وكنت عاملاهم برضو قبلها بيوم وحطاهم في التلاجة، بس كل نوع عاملاه لوحده. وعاملاه بكوباية واحدة مية، يعني نص مية مغلية ونص مية باردة. حطيت كل نوع في علبة وحطيتهم في التلاجة علشان انا عايزة الجيلي يبقى متماسك قوي. طلعته بقى وهقطعه زي ما انتوا شايفين كده يبقى مكعبات. الوصفة دي بتبقى حلوة للأطفال جدا، وكمان بيبقى شكلها جذاب جدا بالنسبة لهم علشان الألوان اللي فيها. جبت بقى لون كده وقعدت احاول انزله بالراحة في الصينية اللي انا هعمل فيها، بس وانت بتنزلي تنزلي بالراحة عشان تحافظي على شكل المكعبات وما يتبهدلش منك. نزلت الفراولة وبعدين هنزل التفاح وبعدين هنزل الاناناس وبعدين المشمش، وواحدة واحدة كده وانت بتشتغلي علشان تحافظي على شكل المكعبات. لما تيجي تعملي الوصفة ديت اعمليها احسن في صينية مدورة او في صينية بيضاوية علشان الشكل النهائي يبقى شكله حلو. هتكون الالوان كلها باينة عندك وهتكون الالوان كلها واضحة. لكن الصينية دي كانت بصراحة صغيرة على الوصفة دي، كان محتاج ان انا اعمل في صينية اكبر علشان الشكل يبقى باين عندي اكتر. هنعمل ايه بعد كده؟ الطبق ده فيه 2.5 كوب لبن. انا حطيت 2 كوب لبن وعليهم 4 معالق كبار لبن مجفف، بس ممكن عادي ما تحطيش اللبن المجفف وتستكفي ب2.5 كوب لبن بس.
وضفت عليهم معلقتين كريمة بتاعة التزيين علشان تديني طعم احلى، بس ممكن برضو تستغنى عن الخطوة دي. وحطيت عليهم 5 معالق كبار سكر ومعلقتين ونص جيلاتين، وقعدت اقلب فيهم كده كويس جدا علشان الجيلاتين يختلط مع المكونات اللي عندي. وبعدين رفعتهم على النار علشان الجيلاتين لازم يسيح على النار ويبقى متجانس مع الخليط ومش باين. وهنا كده كنت رفعته من على النار، وهنزل كده بالخليط بعد ما يكون برد خالص، اهم حاجة يكون برد خالص، وانزل بيه على الجيلي وهدخله التلاجة. وكده الطبقة بتاعة جيلي الفراولة اللي هحطها على الكيكة كانت جمدت وتماسكت. طلعتها وحطيت عليها طبقة من الموز، قطعت عليها طبقة من الموز وحطيت عليها طبقة تانية من الجيلي ودخلتها تاني التلاجة. جمدت، لما جمدت خالص طلعتها بقى وبدأت أفرد عليها كده الكريمة، احط عليها طبقة كريمة وبعدين احط طبقة من الكيكة. انا كنت قاسمة الكيكة نصين، فاحط عليها طبقة كده من الكيكة وهدهنها تاني طبقة كمان من الكريمة، هحشيها بالكريمة والموز، وهحط الطبقة الأخيرة بقى كده من الكيكة وبس كده. وشربتها بقى كده بشوية من الجيلي اللي كان متبقي عندي. والكيس ده انا حاطة فيه شوية من الجيلي برضو، وحطيته في التلاجة لحد ما تماسك كده حاجة بسيطة وخرجته. وبدأت كده احط في الجناب بتاعة الكيكة، املاها كده بالجيلي علشان يتماسك كله في بعضه. ودول شوية جيلي برضو كانوا باقيين، حطيتهم كلهم بقى كده على التورتة، شربتها كده كلها بالجيلي من الجناب علشان كل الطبقات تمسك في بعضها، ولما اجي تتقلب معايا اقلبها تبقى شكلها حلو. وخلاص كده ودخلتها التلاجة علشان تتماسك بقى، ومش هطلعها بقى الا ساعة العيد ميلاد. التورتيه دي بقى اللي هعملها بالمانجا، هحشيها كده في النص، انا اسمها برضو طبقتين. هحشيها كده احط طبقة كريمة برضو كده حلوة سميكة، وهحط عليها المانجا. انا بحاول اسويها كده كويس، وهقطع بقى كده المانجا علشان احشيها بيها في النص. دي مانجا اسمها اللي هي المانجا النعومي. المانجا دي بتبقى فيها مليانة لحم، وبتبقى البذرة بتاعتها رفيعة، فبتبقى حلوة في التزيين وفي الحاجات دي. المهم بقى كل سنة وكل مواليد شهر 8 طيبين وبخير وفي أحسن حال يا رب. وهنا حطيت معلقة كده من الكريمة علشان تمسك الطبقة التانية من الكيكة. وهحط الطبقة التانية على يعني اخلي كده ظهرها لفوق علشان تبقى متساوية، اما احط عليها الكريمة اقدر افردها تبقى متساوية معايا. جربوها والله هتعجبكم جدا، دي بصراحة عجبتهم جدا جدا وكان طعمها بجد تحفة. قعدت اسوي كده الكريمة على قد ما اقدر علشان تبقى شكلها كويس من الشكل الخارجي، يعني يبقى كويس. وما اقولكوش بقى على اللحوسة اللي لحوستها في الخطوة دي، ودي بصراحة اكتر خطوة مش بحبها علشان اللحوسة دي. وهنا اسر كان عمال يحاول ياخد كريمة كده من اللي وقع على الرخامة ويلحسها وقاعد يبص لتعبيرات وشي يشوف انا هيبقى رد فعل ايه. هو تقريبا مستغل فرصة ان انا بصور ومش هعرف اكلمه، وملبوخة ان انا بفرد الكريمة على التورتة وكده وملبوخة، فما صدق بقى. بس الحمد لله الرخامة كانت نظيفة، يعني ده اهم حاجة. وكده بقى كنت برص المانجا، حاولت ارصها كده بشكل كويس علشان يطلع الشكل النهائي حلو. يا رب تكونوا استفدتوا مني حاجة، والفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. انتظروني في فيديوهات جاية كتير. اشوفكم على خير في فيديو جديد ويوم جديد. واللي مش مشترك في القناة ينزل بسرعة يشترك عشان عيلتي الصغيرة تكبر بيكم وكده
تورتاية كانت جهزت عندي، وده الشكل النهائي ليها. ودي كمان تورتاية الجيلي، عملتها كده على قد ما قدرت. انا عارفة ان الشكل بتاعها مطلعش احسن حاجة في الاخر، بس اهم حاجة كان طعمها حلو جدا وعجبت كل الموجودين. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا أيصولة، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بالا بالا، حي أبو الفصاد، حيكون عيد ميلاد الليلة، أسعد الأعياد، فليحيى أبو الفصاد. كوفي آية. وده الشكل النهائي للتورتايه بتاعه الجيلي. ودي كده كنت قطعتها، شوفوا الالوانات من جوه عامله ازاي، كان شكلها حلو جدا وكانوا الولاد فرحانين بيها جدا، وكان كمان طعمها جميل. جربوها هتعجبكم جدا وهتعجب اولادكم. اشوفكم على خير وسلام.